فتحوا شركات ومرتاحين. وانا بقول لك شيء واحد، معاملتنا لن تكون مع اي مصري سواء حتى اختلفت السياسات ولا ما اختلفت السياسات، لن تكون مع اي مصري الا كما كان في جميع العهود شاكي، وفي جميع الازمنه وفي جميع الاحوال والظروف. احنا حتى في حرب الخليج الامارات مع اليمنيين والفلسطينيين والاردنيين الذين كان لنا موقف خلاف على المستوى السياسي، عوم رعاياهم في الامارات معامله يعني محترمه، ولم نمارس معهم ضدهم اي عمليات ترحيل. هذا عيب ولا نقبله، ولكن الاخوانجي لا نسمح لن يزاول نشاط ويعمل يعني عمايل احنا لا نرتضيها ان تمارس على ارضنا. نشاط من نوع القضيه المنظوره في الامارات حاليا مثلا قضيه على خليه، هل تقدر تتكلم فيها ولا بما انها لا يعني منظوره؟ هي عند النائب العام، لكن انا اكد لك ان يعني هذا العمل نرفضه نحن، وعلى من يعني يحترمنا ان لا يمارس اعمال يعني وتكوين خلايا عندنا. بس هل حضرتك هتيجي في الوقت المناسب كدولة الإمارات وتعلن للرأي العام تفاصيل هذا الموضوع علشان يعني ما يبقاش المسألة في طي الكتمان؟ لا ما أكون شيء طيب. يعني قالوا أنها بتكون طي الكتمان. الآن القضية عند النائب العام. والله أنا للأمانة الخلية المصرية أنا لا أعرف عنها شيء إلا معلومات يعني بسيطة جدا. أما خلية الإمارات الإماراتيين نعم. الإماراتيين اللي هم يعني قيل أو نشر في الإعلام الإماراتي إن هو كان بيتم